خلينا نقول أنه النشاطات في هذه الأيام هي ليست نشاطات ربحية من الطراز الأول. نعم. لكن هي بما يعني تحمل الكلمة من معانيها أنها هو مهرجانات تحمل في طياتها الروح الوطنية ولزراعة حب الوطن في هذا الظرف الصعب، واليمن فعلا هو في أمس الحاجة لهذه الأيام. فكل الشكر والتقدير لهم ولمؤسسة السرطان يعني رعاية السرطان، أيضا المؤسسة الإخوة أيضا أحد الرعاة، ولكل الرعاة اللي رعوا هذه النشاطات وهذه المهرجانات. نسأل الله تعالى أن يبارك لهم في رزقهم وفي عملهم إن شاء الله. دكتور، ايش رايك نذهب الآن نشوف بعض مشاركتك في الوصلات الخاصة بأوبريت حوارنا فن؟ جميل. إذا مشاهدينا الكرام نتابع هذه اللقطات ومشاركة الأستاذ مصطفى العزاوي في مهرجان حوارنا فن، والمقاطع التي غناها عن اليمن وعن الحب والتآلف بين كل اليمنيين. يلا حيهم، يلا وين رجال الشوبي؟ سير يا دجلة ووصل سلامي من زاخل بغداد وللبصرة. سير يا دجلة ووصل سلامي من زاخل بغداد وللبصرة. محلى العراق والأمل قدامي، محلى العراق والأمل قدامي. يلا سمعوني الدبشة العراقي، يلا سمعونا الدبشة العراقية. سير يا دجلة ووصل سلام داخل بغداد وللبصرة عمان. محلى العراق والأمل قدام، محلى العراق والأمل قدام. يلا سمعون الدبشة العراقي، يلا سمعون الدبشة العراقية. جنة 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 والله يا يمنا، جنة 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 والله يا يمنا. يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب، يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب. حتى نار جنة، حتى نار قولوا جنة 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 والله يا وطننا. جنة 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 والله يا يمنا. يا وطن يا حبايب يا بتراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا بتراب الطيب. حتى نار جنة، حتى نار يلا فوق. زينوا الحرم والحرم لينا، وبرض الحرم فينا وصلينا. زينوا لينا وبرض الحرم والكعبة لمين الكعبة إذا دكتور، كان هذا هو ما تابعناه في مشاركتك في حوارنا فن، وكان حضورك مميز، وكان أيضا استقبال الجمهور خاصة عندما يطلع مصطفى. كنت أشعر الأصوات ترتفع بصوت كبير، يعني حب كبير من قبل جمهور اليمن للأخ مصطفى العزاوي. هذا الحب طبعا ما جاء من يوم وليلة أو حب اعتباطا، هو حقيقة بني من سنين. والجمهور اليمني يعني من أكثر الجماهير التي تتابع النشيد واللي تحب النشيد، ويعني متميزة بمتابعتنا، وحتى نتابع من خلال اليوتيوب والفيسبوك واسم القناة. لهم حضور كبير جدا. وأيضا هذا مؤشر إيجابي لحفلاتنا في اليمن، يعني أنه جمهورنا اليمني جاهز للحضور لحفلات كناري إن شاء الله. أكيد أدعوهم من خلال شاشتكم أن يكونوا متواجدين، لأن إحنا بصراحة متشوقين لهم ولحضورهم. واللي يميز اليمن وجمهور اليمن في الحفلات، هاي معلومة يعني نادرة قد تسمعها من العديد من الحفلات اللي نقيمها في الدول. أنا أثني على الجمهور اليمني والجمهور الجزائري حقيقة. في الحفلات الجمهور اليمني عندما تبدأ الحفلة من أول أنشودة
يتفاعل الجمهور، واخر انشوده هو نفس التفاعل في اول المهرجان، فالليفل طالع نفس على طول، المستوى نفس الروح. مش مثل بعض الحفلات اللي نقيمها في بعض الدول، انه مثلا في بدايه الحفل الحضور قوي جدا، تفاعل وكذا، لكن في منتصف الحفل يبدا الناس تخرج بسبب انشغالاتهم او تاخر الوقت. لا في اليمن، لا اليمن يجيك الجمهور من اول انشوده الى اخر انشوده هو نفس العدد، اذا مو تزايد طبعا، والى اخر انشوده هو نفس الليفل ونفس التفاعل، ما تعب الجمهور. كذلك في الجزائر، يعني حقيقه الشهاده يعني تقال بحقهم ايضا نفس المشهد، انه الجمهور ياتيك بنفس التفاعل ونفس الحماسه ونفس القوه من بدايه الحفل الى اخر الحفل. فكل الحب لجمهورنا اليمني. نعم دكتور، انت ذكرت انه يعني هي ليست وليده اللحظه، وهو تراكم لقاء مهرجانات وحضور في القنوات وكذا. يعني دائما البعض اعتقد قد يكون سؤال يعني قد تكرر عليك اكثر من مره، انه انه مصطفى ليش فلت طيور الجنه وخرج منها وحاب انه يعمل قناه جديده؟ يعني الجهاد يحب لا هي انا يعني كثر الكلام في هذا الموضوع، وانا بصراحه ما احب اكرر الكلام وكذا، يعني الاكثر والاغلب يعني احنا طبعا يعني قناه طيور الجنه لها كل الحب والتقدير، وهم اخواننا وحبايبنا، لكن يعني سبب خروجي من طيور الجنه ايضا يعني مثل حتى اليوم نقعد قدامكم وتشاهدونا وطلعنا لكم كناري، وجينا اليوم نسوي مهرجان لكناري، حتى الجمهور اليمني يكون مبسوط دائما يعني، ويشوفونا على اكثر من شاشه. وحقيقه احنا عندنا يعني سياسات او افكار او خلينا نقول يعني قراءات للمستقبل قد ما توجد في بعض القنوات ان شاء الله. يعني كناري ان شاء الله سيكون لها مستقبل كبير بجمهورها طبعا وبالكادر الموجود فيها. احنا يعني من ضمن اهدافنا ان نكون القناه الاولى على المستوى العربي ومنافسه في القنوات الاوروبيه حتى. ان شاء الله ليش لا، يعني ما دام يعني هناك اراده وهناك يعني نماذج واصوات جميله امثالكم باذن الله ستصل الى ابعد مدى، ونتمنى لهم كل النجاح. الله يحفظك. عبد الله، انت كيف تشعر يعني عندما سجلت الكليبات حقك واول مره لك تجربه انك تصور وامام كاميرا وتقف امام الكاميرا وتحفظ كلمات كذا، كيف كانت تجربتك انت وانت بحكم صغر سنك يعني؟ أنا أول كليب صورته كان مع بابا. بس ما غنيت، كنت أمثل تمثيل اللي هو بزين الحرم. بصراحة أنا ما كنت متعود، كنت أنطنط وهاي، يعني ما كانت يعني ضربة ببالي الفكرة إنه هذا التصوير، كنت أنطنط وأركض. يعني مو ببال التصوير. طيب وحاليا عندما بدأت تصور وكذا؟ حاليا طبعا الفضل يعود لبابا وماما لأنهم علموني كيف أتصرف وكيف أصور. وطبعا تحية ثانية لمدرستي، لأنه نحن عندنا بحصة الموسيقى يعلمونا النغمات الموسيقية والمفتاح الموسيقى خصوصيا، ويعطونا أناشيد نحفظها. ولو أنت مثلا بالصف الثاني قبل سنة انشودة We Love محمد تعلمتها من الصف الثاني. كان عندنا حفلة تخريج، وبحفلة التخريج غنينا أغنية We Love محمد. لما بابا وماما حضروا الحفل عجبتهم هاي الأغنية، فصرت أنا أتدرب على هاي الأغنية. وهي كانت أول أنشودة سجلتها هي We Love محمد. لما سجلتها طبعا كان بالبداية حفظ صعب، بس بالأخير لما حفظتها بالعكس يعني حسيت نفسي مبسوط وتستمتع وأنت استمتع وأنا أسجل. نعم. فيعني الحمد لله أنا الحين وصلت هذا المستوى. كنت صغير ما كنت أعرف ما عندك مشكلة أمام الكاميرا خلاص، يعني تحفظ الكلمات أصبحت الحين خلاص. ما عصرت يجيب لك أبوك يعني ممكن جعالة يجيب حاجة عشان ترضى وألعاب علشان تغني زي ريماس، صح؟ ريماس لحد الآن في كل حفل أو مهرجان أو تصوير لازم تكون الهدايا جاهزة. صح؟ طيب دكتور، كيف مثلا الأطفال مثلا عندما يدرسوا وأعمالكم الآن أنتم كإحياء مهرجانات وتسجيل وحاجة، لا إحنا هل بيتعارض مع تعليمهم؟ شوف أغلب مهرجاناتنا تكون خميس وجمعة. هذا أولا. ثانيا المدارس يعني الحمد لله لكل نجومنا يعني متعاونين جدا في هذا، لأنهم يعرفون أنه عبد الله أو رموسة مثلا أو حتى الأطفال البقية عندنا في المحطة عارفين أنه الأطفال هم نجوم في قناة كناري. ف
يعني بنفس الوقت متعاونين إلى أبعد المستويات يعني معانا في موضوع الإجازات وموضوع تعويضهم عن المواد اللي تفوتهم. والحمد لله عبد الله يعني متفوق دراسيا، الأول من على الصف. الأول الحمد لله يعني وريماس جبت شهادته كلها ما لسه شاء ما الله. تدرسيش لا تدرسي؟ تدرس. بلا صف. صف كم ولا تمهيدي لسه؟ كجوان مو؟ كجوان. حفظوها بالمدارس أيضا أناشيدي حافظة. تنشدين ما خلص وقت اللعب. يلا سمعين. الله بسم الله. خلص وقت اللعب سكرت التلفزيون الماما بتنتح علي صار وقت النوم فرشة اسناني بم بم غسلت وجهي تكرم لبست البيجامة وصار وقت النوم لبست البيجامة وصار وقت النوم. الله يلا نامي. شكرا أم موسى. دكتور ذكر عبد الله انه كان اول ظهور له في الكليب اللي صورته حق زينوا الحرام. نعم. وفعلا كان هذا الكليب من اجمل الكليبات اللي حظيت بمتابعه ولا زالت تحظى بها الى هذه اللحظه يعني. تمام. ايش رايك تسمعنا هذا اي حاضرين. يعطيك العافيه. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا الكعبة لمين لمين ولمين الكعبة لمين لمين ولمين لرب العالمين والطواف لنا زينوا الحرم والحرم لنا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. الله عليك الله عليك. دكتور يعني هذه الكليب يعني الكثير للامانه يتكلمون يعني حابين يظهر في هذا الكليب الكناري لانه تغير في طيور الجنه. نعم. اي واحد بيخرج من طيور الجنه ما شاء الله بيفعلوا لك كات واللي بعده. فهل ممكن انه مثلا هذا الكليب يصور من جديد ويعرض في كناري ام والله احنا عند رغبه المشاهدين وعند الجمهور اذا جتنا ردود يعني قويه وطلبات اكيد راح ناخذ برايهم ان شاء الله نعيد لهم التصوير ويكون كليب ان شاء الله بطريقه ثانيه لكن اكيد ايوه أكيد ربما يعني بستايل جديد يعني طلة جديدة إن شاء الله. أعتقد كل إحنا بنحب هذا وأي واحد أنا من خلال صراحة معرفتي وكلامي مع الناس هذا الكليب يعني يحبوه جدا وأعتقد لو يصور بيكون حاجة حلوة. إن شاء الله نصوره بالحرم يعني. بالحرم ليش لا يعني بيكون إيه؟ إيش رأيك أنت عبد الله كيف؟ عن إيش؟ يعني إعادة تصوير كليب زينوا الحرام ويبث في كناري. شوف هي فكرة حلوة بس أنا أعتقد إنه الجمهور يحبوا الإشي اللي هم شافوه أول. يعني فكرة بابا حلوة صح ستايل جديد وهاي بس يعني أنت تعرف الناس يحبون الأشياء التراثية. أيوة. مثلا عندنا هنا بصنعاء مثلا البنايات القديمة يا سلام عليك التاريخية. أيوه كل اليمنيين يعني يحبوها ما حتى يحبون غير اليمنيين بابا. حتى غير اليمنيين. غير اليمنيين. نعم. فحتى العالم كله ما يحب إنه يهدموا هاي وإنه شيء جديد. نفس الفكرة يعني إنه نصور زي الحرم ستايل جديد. الناس حبوا هذا الستايل فأنا أظن إنه لو بابا أخذ زين الحرم وبدون إعادة تصوير راح حيكون أفضل لأنه مثل ما تعرف إنه مثلا البنايات القديمة الناس ما يحبون أصبحت يعني خلاص مرتبطة مع الناس بهذا الشكل اللي ظهرت فيه. تمام. إيش رأيك بالنصيحة حق عبد الله يا دكتور؟ والله نصيحة جميلة لكن احنا الوضع اللي حتم علينا انه لازم انه تغير ستايلها مش احنا مضطرين لازم من التجديد ايوه تمام. مضطر لانه في قناة ثانية ويمكن الحقوق بالضبط. نعم. تمام. دكتور المتابع في يعني في الفترات يعني الأخيرة أصبح الآن الفن الهادف وكذا أصبح له حضور كبير جدا. نعم. يعني على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم. لكن في مسألة يعني الدعم مسألة الإمكانات والتكاليف وكذا هل الآن الفترة الأخيرة أصبحتوا يعني في سهولة أنه يتقبلكم الداعمين رجال الأعمال؟
لا ما ما زالت زال. هناك صعوبة لا لا تقاس هو ما أكيد. يقارن مع الفن طبعا الآخر. انت من تجي تقارن مع الطرف الاخر اللي هو الجانب الفني، نعم. الغير ملتزم، يعني تلاحظ في فرق شاسع طبعا. لكن احنا الحمد لله بدينا نكسب ثقة الناس بهذا الشيء، بدليل يعني اليوم من تعمل حفلة لفرقة كناري في اليمن راح تشوف انه الحضور تقارنه مع حفلة للفن الهابط، في فرق شاسع تماما بطبيعة الحضور وبكثافة الحضور أيضا. فالحمد لله الناس بدأت تعرف وبدأت تتميز وبدأت تتابع. لكن موضوع المكاسب اللي هي الرعاة أو موضوع هي ما زالت يعني على بركتها ووجودها والأعداد الموجودة، لكن ليس للعدد اللي هو يعني خلينا نقول الذي يرتقي إلى مستوى الطموح أو إلى مستوى اللي هي المخطط الدخل المرتفع بالضبط. أي لا، ما زال إحنا طبعا الآن نصرف من جيبنا على الموضوع القناة، ما في عائدات مادية. العائدات المادية اللي هي بعض الأمور هي قد لا تكون تذكر يعني بمستوى بمقارنة بالحجم الذي ينفق ما ينفق. نعم. يعني أنت عندك أمور تفوق التوقعات في الأرقام يعني صح، خاصة في جانب الإعلام محرقة الفلوس، وأنت تعلم ذلك يعني بمستوى قناتكم الآن موجودة، وأنت تعرف مستوى حجم التكاليف اللي تبذل على هذه المحطات الفضائية. لكن إحنا الأسمى من ذلك هو أنه إحنا عندنا رسالة جئنا من أجلها، حابين نوصلها للمجتمع ونرتقي بهذا المجتمع وبكل بلداننا الموجودة بالمستوى الفني وبالذوق العربي إلى هذا المستوى اللي إحنا نطمح له إن شاء الله، حتى إن شاء الله يعم الخير ويكون هنالك فن ذو ذوق وذو إحساس يمكن للعائلة بأجمعها أن تستمع، لا الأب دون الأخت نعم. والأم يستهدف الأسرة بشكل عام، يستهدف جميع العائلة. ومن تجلس أنت وعائلتك تشاهد قناة كناري أنت مبسوط وسعيد، تخاطب كل الأصناف وكل المستويات، وما في عندك حرج في المتابعة ولا نعم. بالمشاهدة، لأنه قناة فيها كل خير تخاطب الكبير الشاب الطفل إلى كذا. بالضبط. طبعا مثل ما بابا قال إنه هي رسالة للمجتمع. نعم. عندك مثلا أغنية وي لاف محمد، هي للناس مثلا الأجانب. هاي الرسالة توصل لهم هي باللغة الإنجليزية وعن رسولنا عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد. لما أنت تقول وي لاف محمد أو يس وي دو، أحيانا الأجانب ما يفهمون العربي، فهاي الأغنية كانت باللغة الإنجليزية وكانت هي رسالتها للناس اللي ما يعرفون يتكلمون عربي، ورسالة تظهر فيها صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمتع به رسولنا الكريم من أخلاق ومن سمات طيبة. طبعا هاي الأغنية هي نصرة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه شفنا بالسنوات الماضية إساءات كثيرة لسيدنا محمد، وطبعا يعني العقاب من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويعني ما حبيت أنت أن تكون لك رسالة من خلال فنك لهؤلاء الناس تعرفهم بقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته. إذا إيش رأيك يا عبد الله نسمع هذه الأنشودة I love محمد؟ تفضل يا عبد الله. حاول تشوف اللي عند الكاميرا بس. أي We love Muhammad, oh yes we do. He's our prophet, to him we're true. Blessed Rasulullah, it's you. Muhammad, we love you. We love Muhammad, oh yes we do. He's our prophet, to him we're true. Blessed Rasulullah, it's you. Muhammad, we love you. عليه الصلاة والسلام. يعطيك العافية يا عبد الله. دكتور، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الأكثر من رائع بروعتكم وحضوركم. دكتور، يعني في ختام هذا اللقاء الجميل، إيش ممكن تقول للدكتور مصطفى العزاوي في مسيرته؟ أيوه أنا أقول لنفسي. تقول لنفسك. إيش تخيلت الموضوع بالعكس يعني. لا، إيش ممكن تقول؟ يعني أقول لمصطفى العزاوي إنه يا مصطفى يا عزاوي، نتمنى إنه نشوفك دائما بهذه الشخصية اللي يعرفوك الناس بها، وتبقى على عهدك اللي أنت ماخذ هذا العهد على نفسك بأن تقدم كل شيء مميز إن شاء الله،
وتبقى تقدم هذه الرسالة المحمدية إلى هذا الجيل، وتبقى على رسالتك اللي هي أن تزرع الابتسامة على شفاه كل أطفالنا في الوطن العربي وفي العالم إن شاء الله. يا رب، وتبقى الابتسامة مرسومة على إن شاء الله وجهك وعلى إن شاء الله مصطفى العزاوي يسمعني. ها؟ إن شاء الله يسمعني مصطفى العزاوي. وإن شاء الله يسمعك أكيد. عبد الله، إيش ممكن تقول للوالد؟ الأبوي أيوه. طبعا بابا إنه هو أبوي، وطبعا أنا متعود على هذا الشيء. دائما قبل ما أنام لازم أبوس إيد بابا وماما وأبوس رجلهم. نعم. يعني هذا الآن رسالة لكل طفل، إنه لكل طفل. طبعا هذا اللي يميز عبد الله فعلا، إنه عبد الله مو بس إنه يقبل إيدي وكذا، لا حتى رجلي يقبلها. هذا من طبعا هاي رسالة يعني الطاعة والامتثال للوالدين. هذا نعم. من أخلاق عبد الله، هو اللي يعني ما عرفوه. عبد الله له سمات خاصة وصفات خاصة بصراحة، يختلف عن الجميع طبعا. فسبحان الله هو بار، طفل بار بوالديه، ونسأل الله تعالى أن يحفظه، وأن أنا أيضا أدعي له أن يرزقه بعدين بذرية صالحة يريد يتزوج يكونوا طايعين لك زي ما تطيع الوالد. هو يريد يتزوج بسرعة. هو كمان أنت مصر علي أنت. أنا مصر أزوجك من وقت. علي. يعطيك العافية يا عبد الله. دكتور، سأترك لك الختام بإنشودة، بموال، باللي تحب، خاصة اليوم في ليلة خميس وهناك أعراس وهناك من يحبوا أن يعني تزرع الابتسامة كما قلت على وجوههم بلون عراقي، اللي تحبه يعني، ونختم بها إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب احفظ ماما وبابا يا الله، واحفظنا وكل أهل الحارة يا الله، ورموسة وماريا وسارة يا الله، وعبودي وحمودي ويارا يا الله، يا الله يا الله يا الله. مين اللي بالغار تعبد؟ محمد. هاي ماريا تغنيها معانا، يلا يلا اوكي. مين اللي بالغار تعبد؟ يلا غني يا ماريا. تحب تقعد؟ اوكي شاركتنا محمد. والخير بهالدنيا جدد. محمد. يلا. مين اللي بالغار تعبد؟ محمد. اي والخير بهالدنيا جدد. محمد. صلوا على سيدنا أحمد. محمد محمد محمد. أفضل ما قرأ الإنسان القرآن من وحي الله الرحمن. القرآن أنزل على طه العدنان. القرآن يملانا حب وإيمان. القرآن القرآن القرآن. يعطيك العافية وسلمت أستاذ مصطفى العزاوي. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الأمسية الجميلة. إن شاء الله تلتقوا بالأستاذ مصطفى العزاوي وعائلته الحلوة مع نجوم كناري غدا في محافظة تعز، هذه المحافظة الجميلة. أنا بإذن الله أترككم وألقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة بنفس الموعد ونفس الزمان. في أمان الله.